الآن أصبحت القضية قضية رأي عام، وأصبح وراء أحمد الزويكي مو رجل واحد، رجال اليمن اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني والحكمة يمانية. الرجال اللي عندهم قضية أي شخص داخل اليمن هي قضية اليمنيين، فبالك إذا كانت قضية شرف. والله إني أشوف مقاطع لبعض اليمنيين يقول أقسم بالله لو يعدمون أحمد الزويكي أن نقلب اليمن فوق تحت. والله إنكم كفو وإنكم قدها. ومو بس أنتم، أنا أتكلم عن نفسي وعن أي سعودي أو في دول الخليج أو كل من يشاهد هذا الموضوع أو سمع عنه وعنده غيرة على الشرف، ما راح يرضى بالشيء اللي صار. وإحنا واقفين معكم، واقفين في هذه القضية بحساباتنا، بأي شيء تشوفوه. وأنا عن نفسي إذا قدرتوا توكلون محامي في هذه القضية وأنا مستعد أتكفل بكامل الأشياء اللي يطلبها هذا المحامي. إذا عن فلوس فحنا مع أنه مو مقصدين اليمن، لكن توكلون محامي يخاف الله وله كلمة ويقدر يدافع عن أحمد وكلنا معه.